الفم بوابة الجسم، عشان كده الكشف الدوري مهم جدا. ايه نقدر نعرفه من خلال صحة الفم والأسنان ونوجه ليه المريض؟ مثلا ريحة الفم اللي مش مظبطة ممكن تدلنا على أمراض كبد، ممكن تدلنا على سكر بيبتدي والمريض لسه مش دريان بيه، ممكن تدلنا على ارتجاع مريء وأحماض معدة فيها ارتجاع والعيان ممشي حاله، ممكن مشكلة مناعية، في أمراض مناعية بتبان أثرها أو بتبان علاماتها على أنسجة الفم بيدركها دكتور الأسنان قبل ما المريض يبقى عارف عنده إيه. في مثلا فيتامين ديفيشنسي، فيتامينات معينة لما بتنقص بتعمل لنا علامات على اللثة زي فيتامين سي، نلاقي اللثة بتنزف من غير سبب واضح وبيكون في نقص في فيتامين سي. في عندنا مثلا تآكل في المينا غير واضح ليه سببه، التآكل ده بيكون سبب لأن المريض عنده برضه ارتجاع في المريء، وساعات التآكل يكون بسبب حاجة نفسية لأن العيان بيجز جدا على أسنانه فعمال يعمل تآكل في المينا بتاعت أسنانه. يعني عشان أكون اونست، الجز على الأسنان ده بيبقى عند ناس كتيرة جدا، مش عايزة أقول حالة نفسية لكن عايزة أقول بيبقى مش مدرك إن هو بيعمل كده، فإحنا بنشوفه وبنتعامل معاه علشان المينا بتاعت أسنانه ما تضعفش وما يحصلوش مشاكل أخرى. فلو سمحتوا الكشف الدوري مهم جدا لأنه بيوجهنا في الطريق الصح، مش بس لصحة الفم والأسنان، للصحة العامة ككل.